مع اقتراب نهائيات كأس إفريقيا تنكشف أمام الرأي العام اختلالات صارخة تهدد جدية تنظيم المخزن لها وتطرح تساؤلات منطقية حول المسؤولية والمساءلة. فبعد الأمطار الأخيرة ظهرت تسربات المياه داخل مدرجات الملاعب، أرضياتها متضررة وتعطل في مرافق أساسية، كلها مشاهد موثقة ومتداولة وتطرح سؤالا مباشرا لا يمكن القفز عليه: من المسؤول عن تمرير منشآت غير مؤهلة ومن وقع على جاهزيتها؟ فهذه العيوب لم تظهر بعد سنوات من الاستغلال، بل برزت مع أول اختبار مناخي، ما يفتح الباب أمام فرضية أنها خضعت لمنطق السرعة والصورة على حساب الجودة والنجاعة، ليصبح استغلالها مخاطرة. والمثير للقلق أن هيئات المخزن لم تقدم إلى حد الساعة توضيحات تقنية دقيقة للرأي العام، مكتفية بخطاب ترويجي فولكلوري حول الاستعداد والجاهزية، في وقت تتناقض فيه الصور الميدانية مع هذه الرواية.